السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا مملكة محمد الونش، أو مملكة دي بقت حاجة مقرفة قوي بسبب الشخص اللي دمر سمعتها. النهاردة هنتكلم عن نصابين اليوتيوب، النصابين اللي بياكلوا بعقول الأطفال اللي بيتابعوهم، اللي مسميينهم مملكة. فأنا عارف إن الفيديو ده ممكن يعمل له حقوق نشر أو ممكن يتبعت حظر عليه من قبل الشخص اللي بتكلم عنه. فأحب أقول لك انت لو عملت كده يبقى لا تحب النقد ولا تحب ان حد يتكلم عنك، فانت لا تصلح لليوتيوب، فتقفل قناتك وتروح تلم كنزات احسن. لم الكنز ده شغلانة شريفة، مش شغلانة فيها نصب وفيها خف بعيون الاطفال. طبعا قصة النصابين جبس ومسلم سمعنا اخر فترة في مشكلة كبيرة على اليوتيوب بسبب نصب والخفة بعقول الأطفال اللي بيتابعوا الشخص ده. وطبعا عارفين إن الكام شخص اللي هم بيتابعوه 2 مليون ونص، كلهم أصلا معظمهم أطفال، لا يعني بنسبة 75% أطفال 18 سنة و16 سنة و17 سنة. ممكن تكون نسبة قليلة جدا من الناس الكبيرة اللي بتتابعهم، وهي للناس اللي دماغها تعبانة. فشوفنا قصة زواج جبس مصر من شخصية اسمها أصالة، وهي في الحقيقة اسمها مي. الشخصية دي حصل بينها اتفاق هي وجبس ان هم يطلعوا يمثلوا على مسلم. فكنا كلنا فاكرين كده وكنا متعاطفين جدا مع مسلم بسبب اللي يحصل مع جبس، على اساس يعني ان هنعمل نفسنا مصدقين، وهو اصلا الموضوع ده بقى فيك وبقى قديم جدا، وبقت قصة معمولة كتير، ونفس الشخص ده عملها كذا مرة قبل كده على القناة، فبقت قصة حمضانة. فانت يا عزيزي بقيت بتمشي معاهم على الريتم والموضوع الفاكس ده. فشوفنا او اتفاجئنا في فيديو للشخص ده وهو بيقول اول ظهور ليا مع أصالة. شفنا يجي 16 فيديو في خلال مثلا شهر، كلهم بقى محني مع أصالة، وكتب كتابي على أصالة، وخطوبتي على أصالة، وجو حمضان. فطبعا عارفين ان جبس مصر زي ما قلت لكم عنده 2 مليون ونص. فلما جت فترة كده حس ان بقى ازاي انا عندي 2.5 مليون، فبجيب 100,000 مشاهدة بس، ما بعديش 160 مشاهدة، 160 ألف مشاهدة. فقال لك لا، انا ازاي اموت انا اطلع بترند فاكسان حمضان مليس، فاجيب واحدة واتجوزها واقول ان احنا مرتبطين ومتجوزين وشغل حمضان. طبعا شفنا فيديوهات كتير جدا ليهم، فطبعا شفنا فيديوهات كتير لجبس وأصالة اللي هي المفروض اسمها مي. شفنا فيها لقطات مش لطيفة، احضان، فيديوهات مصروف عليها جدا عشان الترند. قلنا ازاي مسلم اصلا ترجع له بعد ما شافت الفيديوهات المليانة احضان والكلام ده كله على اساس ان احنا مصدقين. اتصدمنا بقى، الموضوع كان ماشي عادي جدا جدا، بس احنا اتصدمنا بفيديو نزل قلب الدنيا كلها. توهم دماغك زي ما هي عرفت توهم، هي شافت ده، هي شافت ده. بس اتصدمنا في انا بصور عشان ولادي. صدق ده، صدق ان انت عملت ده وانت اللي اكتشفنا انه أصالة اللي هي اسمها مي عامة فمنزلة فيديو وهي قاعدة جنب جبس وهو بيصور قدام الكاميرا. فاتفاجئنا بان أصالة قاعدة جنبها مسلم اثناء تصوير الفيديوهات. فجات اللحظة اللي الدنيا اتقلبت فيها وكل حاجة باظت خالص. مسلم طلعت اتكلمت في فيديو، فالسيناريو اللي كانت طالعة تقوله شدت في العريضة شوية، فراحت قالت ألفاظ مش لذيذة على أصالة أو على مي. مسلم مش هتسيب جوزها يروح يحضن في واحدة ويبص في واحدة. سوري. فمي طبعا الموضوع ما مشيش معاها بسبب الألفاظ اللي اتقالت عليها، وطبعا أكيد حصل مشاكل مع جوزها زي ما هي بتقول في الفيديوهات. لا انت ما قلتليش انك انت هتعملي كده يا هبه. انا ابو الاولاد منعني من الاولاد، عارفه الكلام ده ولا مش عارفه؟
ابو الولاد منعني من الولاد. ده ليه يعني؟ عشان الكلمه اللي اتقالت عني. فاكتشفنا بان ام سليم اصلا هي اللي ماسكه القصه كلها، وهي اللي جابت البنت دي لجبس علشان يعملوا الترند. انا مش عارف ازاي يا ام سليم انت قاعده وشايفه جوزك عمال يحضن في واحده مش متجوزين، ويا ريتهم كانوا متجوزين حقيقي، بس انت قاعده شايفه جوزك عمال يحضن وعايش في الاحضان جدا جدا، والدنيا بايظه خالص. كل ده علشان المانيهات. تعالي شوف المفاجأة. تعالي. ملعون ابو المانيهات اللي تخلي شخص يبيع ذمته ولا اي شخص يبيع سمعته بس عشان يطلع ترند ولا علشان يجيب في شوية فلوس. طبعا كان في عقد بين البنت دي وجبس مصر على اساس ان هما يكون في عقد اتفاق في الفيديوهات، وان هي تاخد مبلغ كذا في عدد فيديوهات كذا. فالموضوع اتطور وباظ، فحصل مشادة جامدة بين أصالة وبين ام سليم وبين جبس مصر النصابين. الموضوع باظ خالص. المعلم جبس مصر طالع ويقول ان الهدف من كل الموضوع ده ان هو كان هيتكلم عن رسالة او موعظة او مش عارف هري كده اي كلام في علام علشان يبقى يبرر شكله الوحش اللي حصل. بتاع الايام اللي جايه ان شاء الله، وعرفتم كل حاجه موجوده بالدليل. على فكره الفيديو ده كان المفروض يتعمل بعد 5 شهور من دلوقتي، لان انا كنت مخطط لحاجه كبيره جدا 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 فعلا هتشرف كل واحد متابع جبس مصر، وهوصل فعلا فيها رسائل مش رساله واحده. قدر الله ما شاء فعل، بسبب الطمع حصل ده كله. موعظه ايه ورساله ايه اللي تخليك تطلع تجيب واحده مش على ذمتك وتقعد تحضن فيها وتبص فيها، ومراتك قاعده وسايبه كل ده يحصل، وكل ده لاجل الفلوس؟ ملعون ابو الفلوس اللي تخليكي جايه من بلد ارياف، بلد نظيفه، بلد شريفه، وتخليكي تشوفي جوزك قاعد عمال يبوس ويحضن في واحده مش على ذمته لاجل ان هيجيلكوا شويه الوفات من ورا الفيديوهات دي. طبعا البنت ما استحملتش ونزلت كل الفيديوهات بتاعه التسجيلات وفيديوهات ورسائل، وحصل فضايح كتير. احب اقول لك يا جبس الموعظه بتاعتك من ورا الفيديوهات دي انك تبطل فيديو، علشان انت فعلا بتستخف بعقول الاطفال اللي هم تحت سن 20 سنه اللي هم اندر ايدج. فتبطل، لان انت كده بتنصب على متابعينك، مش بتقدم لهم محتوى، انت بتودي لهم رساله ان هم يروحوا يعملوا كل حاجه مسؤوليه ولا خوف ولا اي حاجه. فانت لو هتودي او هتوصل رسالة غير صالحة للناس المتابعين، فاتمنى انك تقفل قناتك وتروح تلم كنز زي ما قلت لك. وقلت برضو ان شغلانة الكنزات شغلانة شريفة ما فيهاش نصب وضحك على الدقون. طبعا جبس مصر ما عرفش يتكلم ولا يعمل ايه بسبب المشكلة اللي هو وصل فيها، ولا عارف يرد يقول ايه، فنزل الفيديوهات دي. الدنيا كلها يا جدعان أصالة طلبت الطلاق وقدامكم اهو. انت طالع يا أصالة؟ شكرا يا سيدي، شكرا. 60,000 مع 60 السلامة. داهية. ايوه يا جدعان، ما كل اللي بتقوله ده كله حقيقة. ام سليم عارفة بكل حاجة. البسي يا ام سليم. مش طلعت شتمت البنت؟ يعني انا حلف صورتها وانت تطلعي تشتميها؟ والله عندها حق. جبس مصر بعد المشكلة دي وصل لدرجة ان هو بقى بيترول على المتابعين وبيعاملهم بطريقة مش مائزة. عاوز اوصل لكم رسالة بقى، هي دي الرسائل يا جبس مصر. بلاش تستخفوا بعقول متابعينكم، قدموا لهم محتويات مفيدة، قدموا لهم محتويات كوميدية مضحكة، علشان اي طفل دلوقتي في عصرنا ده ووقتنا ده بقى بيقلد اي حد على الانترنت. حرام عليكم الرسالة الزبالة اللي بتوصلوها للناس، ويا رب تعقلوا، ويا رب بسبب الفلوس ما تعملوش حاجات اوسخ من كده.
اتمنى يا ام مسلم تراجعي نفسك وتراجعي حساباتك. اتمنى يا جبس مصر انك تراجع حساباتك وتراجع افكارك. الناس بدأت تستوعب الهطل والعبط والكلام الفاضي اللي بقى كل منشئين المحتوى بتوع اليوميات بيقدموها. فنتمنى انكم تقعدوا كده في بيوتكم وتريحونا من العبط والهطل ده وبس. ولو في اي جديد هنقوله في الفيديوهات الجاية وان شاء الله مش هنغيب عنكم كتير. انزل اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، عاوزين نوصل ل5000 في اسرع وقت. وشكرا على مشاهدتك. لو انت وصلت لنهاية الفيديو انزل في كومنت وقول لي رأيك، ولو عاوز جزء تاني بأحداث تانية هتحصل ان شاء الله هنقدمها لك. سلام.